اون زمالك سبورت بقى شكلها وحش قوي، وفضحتهم بقت بجلاجل. الحكاية ابتدت امبارح لما الشركة المتحدة للإعلام أعلنوا عن حصول اون زمالك سبورت على حقوق إذاعة ماتشات الأهلي في كأس العالم للأندية اللي هتقام في أمريكا يونيو القادم. والخبر نزل على جمهور الأهلي زي المية الساقعة في عز الشتاء. لكن لأن ربنا عالم بحالنا، ما عداش ساعة زمن وأعلنت قنوات MBC إنها الناقل الحصري لمباريات الأهلي في كأس العالم. وإبراهيم فايق أكد إن MBC هتنقل حصري. وهنا الناس بقت مش فاهمة إزاي حصري وأون زمالك سبورت أعلنت إنها هتنقل المباريات. وفضلنا في الديبيت ده من امبارح للنهارده لغاية لما أعلنت MBC رسميا إنها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأهلي في كأس العالم، وأون زمالك سبورت ولا حس ولا خبر، وعاملين نفسهم مش واخدين بالهم. الحمد لله ربنا كبير ومرضيش يتحرق دمنا ونكره اليوم اللي اتولدنا فيه. ودلوقتي بقى هنتفرج على محللين عالميين واستوديوهات من الملعب، وأكيد هنشوف سيد عبد الحفيظ ويمكن بركات، ونسمع معلقين محترمين زي فارس عوض وفهد العتيبي. ومش هتتفقع مرارتنا لا ابراهيم الاصفر ولا مداميدو ولا مسيلمة الكذاب ولا بلال علام ولا مؤمن حسن ولا اي حد من التلوث السمعي ده، ولا حتى الاشكال العرة اللي بتطلع لنا تبث سموم الفتنة والغل والحقد. الحمد لله ربنا يديمها عليهم ومن فشل الى فشل ان شاء الله. اللهم لا شماتة، والشماتة وحشة وربنا يكفينا بشرها. لكن بصراحة ما اقدرش انكر وربنا يسامحني، انا شمتان، لان دول ناس ما عندهاش دم.